انت بتشوف قصة انسان من اول ما كان طفل بيتعرض للضرب والابيزة لحد ما كبر وبقى انسان وحيد بيداري وحدته بالكرتون وبالافلام والمصحف مقصودك. You're the greatest of all time. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الافلام. والنهاردة معانا فيلم مايكل بطولة جعفر جاكسون. الفيلم بيتكلم عن بدايات مايكل جاكسون وتحديدا ازاي اتحرر من ابوه من استغلاله. تعالوا نروح للايجابيات وكالعادة نبدأ بالعالم. عالم الفيلم ده على قد ما هو مسلي وممتع لدرجة كبيرة الا ان هو ما يخلوش من الدراما اللي بتوصل في اوقات كتير للسوداوية، والحقيقة المزيج ده جميل جدا لان هي دي الحياة. فكرة ان العالم قاسي لدرجة كبيرة جدا ولكن انت لسه تقدر تسرق منه فرحتك. I believe music can change the world. بتشوف أحلام بتحقق تضحيات قصاد الأحلام دي، وبتشوف إن بعد الوصول بنحاول نلم اللي فاتنا. أفكار زي إن مايكل ضحى بطفولته عشان ينجح، ما بقاش عنده أصدقاء عشان ينجح، ضحى بحاجات كتير قوي وبعد كده حاول يرجعها، واما معرفش يرجع الحاجات دي جاب حاجات شبهها. طفولته اللي ضاعت جاب مكانها لعب اطفال كتير جدا، الوحده وان هو ما عندوش اصدقاء جاب مكانهم حيوانات. التشكيله دي في حد ذاتها قاسيه وممتعه وملهمه لاقصى حد. وهنا نيجي للقصه. القصه هي قصه صعود بتروماتها معموله بحرفيه شديده جدا. انت بتشوف بدايات مايكل بكل تفاصيلها، اول اغنيه ليه، اول اغنيه سنجل، اول البوم يضرب، معاك كل بداياته بمنتهى الدقة. والامتع ان في تمهيدات لحاجات تانية كتير هتحصل معاه في المستقبل. عايز امثلة؟ شكلك عايز امثلة. تحديدا حوار الاطفال وحوار البهاء وطبعا حوار نيفرلاند. وطبعا القصة في حد ذاتها مش فكرة مايكل ككرييتور او كمبدع او كواحد بيكتب او كل الحاجات دي، على قد ما هي فكرة مايكل كإنسان وكمؤدي. احنا ركزنا على اداءات مايكل لدرجة كبيرة جدا اكتر من كتاباته، وده ما يمنعش ان تم تناول الجزء بتاع الكتابات ولكن لدرجة اقل. وطبعا الجزء المفضل ليا ولأي انسان مايكل كإنسان. انت بتشوف قصة انسان من اول ما كان طفل بيتعرض للضرب والابيزة لحد ما كبر وبقى انسان وحيد بيداري وحدته بالكرتون وبالافلام والمصحف مقصودك. لان مايكل جاكسون كان بيداري وحدته بحاجات تانية كتير، كان عنده لعب اطفال وكان عنده حيوانات. انت عندك حيوانات؟ شوت اوت للقرد يا جدعان والله. نيجي للاغاني. الاغاني حلوه جدا، كل اغنيه محطوطه في مكانها بالظبط. فكره انك انت تبدا الفيلم بوانا بي ستارتين سامثينج وتنهي بباد حلوه جدا، ولكن كل اغنيه واخدين منها جزء، اي نعم جزء كبير، ولكن ليه ما نحطش الاغنيه كلها؟ ليه ما نبقاش شعب متحضر بيسمع الاغاني كلها في السينما؟ لو هنيجي للأداءات التمثيلية، أنا مش متخصص قوي في شخصية مايكل في البرامج، ولكن بالنسبة لي جعفر جاكسون عمل الدور حلو جدا، والطفل عمل الدور حلو جدا جدا جدا. الطفل رهيب يا جدعان. الاتنين بالنسبة لي مقدمين لك مشاعر، بس المشاعر ما بتخيش معاهم لحظة. أدوار أبوه وأمه كأداءات تمثيلية رهيبة. وطبعا مايلز تيلر رهيب، الراجل ده بينقي أي دور حلو، ما يفرقش معاه هو بطولة ولا دور ثانوي، ولكن بيعمله بمنتهى الحرفية. وطبعا التكنيكاليتيز في عزها، القطعات لايقة مع المزيكا، لايقة مع الاستعراضات، كل حاجة بتحصل في وقتها بالظبط. المزيكا بتخلص في الثانية اللي النقاش المحتدم هيبدأ فيها. كمية عبقرية في القطعات وفي المزيكا وفي التوزيع رهيبة. I need to think. I told you what to think. مشكلتي ان اللي قدمته في الجزء ده مش كفاية، قدمت لي حاجات كتير كمان ملهاش لازمة غير لو في جزء تاني. لو في جزء تاني هيبقى عبقرية انك انت قدمتها، ولكن لو مفيش جزء تاني يبقى احنا بنرغي في الفاضي. وهنا نيجي للسلبيات. مشكلتي مع الفيلم ده هي نفس المشكلة اللي مع اي فيلم بيتقسم نصين، ان كل نص لوحده مش كفاية. للأسف رغم ان اغلب الحاجات اتعملت في الفيلم ده حلو جدا، ولكن لو عملته على انه فيلم منفرد هتنكل بيه. ليه؟ لانك انت لو عملت الفيلم ده على انه فيلم عادي خالص بعيدا عن مايكل جاكسون، فده مش اكبر استغلال في التاريخ من اب لابنه. وكل اللي حصل في الفيلم عشان نوصل للحظة الاخيرة اللي مايكل فيها هيقف في وش ابوه ويقول له انا مستقيل او انا مش هشتغل معاكوا تاني. I love my family, but I just want to do my own thing. هل كده بقى كمية الترومات اللي عند مايكل ومشاكله مع ابوه اتحلت؟ بكل تأكيد لا. فده لو فيلم منفرد ووقف هنا احنا كنا هنهيل عليه التراب. اما بقى لو تعملنا ان دي سيرة ذاتية لمايكل جاكسون، فدي مش اهم حاجة نتكلم عليها في حياة مايكل جاكسون، بعيدا عن دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تتكلم عليها. وده اللي يخلينا نشك ان في جزء تاني اصلا.
انت عمال تقدم صراعات ما بين اب وابنه وابيذة وعنف وحاجات حتى ما كانش عندك الجرأة انك انت تخليها عنيفة بزيادة. فالموضوع ككل لو مفيش جزء تاني هيفقد كتير جدا من مصداقيته ومن اهميته. انت قعدت تزرع لي في حاجات كتير جدا، هل زرعتها بس عشان تبين ان مايكل كان غلبان وما كانش ليه في اي حاجة؟ حتى لو عملت كده ملهاش مبرر درامي، ما فادتش القصة بتاعتك في حاجة، فانت بتهزي. يعني انا قبل ما اخش الفيلم كنت عارف ان الفيلم عن بدايات مايكل، ومع ذلك الفيلم قفل على صباعي فجأة كده الفيلم خلص. وده على فكرة عشان الفيلم احداثه سريعة جدا، الفيلم رتمه سريع جدا، ودي حاجة ايجابية بكل تأكيد، ولكن في قصة عايزين نعرفها. العالم ده ممتع جدا، العالم ده فيه تفاصيل كتير جدا، العالم ده سوداوي جدا، العالم ده فيه حاجات كتير قوي نستحق نعرفها، ففين؟ ده طبعا غير ان في ناس كتير فاهمة في حياة مايكل جاكسون اكتر هتطلع تقول لك ان حتى في الجزء ده في حاجات كتير مهمة ما تكلموش عنها. Magic. بكل تأكيد اتبسطت في الفيلم ده، ضحكت وانبهرت وغنيت واتأثرت، كمية مشاعر رهيبة. ولكن متوقع ان اي حد ما بيربطوش مشاعر مع اغاني مايكل جاكسون الفيلم ده هيبقى عادي جدا بالنسبة له، لان هو لا قصة كاملة ولا قصة ملحمية ولا حاجة ممسوكة لاخرها. لازم يبقى عندك خيوط لقصة مايكل جاكسون عشان الفيلم ده يكملها، غير كده بقى استنى الجزء التاني، ده لو في جزء تاني. يعني بالنسبة لحد بيحب مايكل جاكسون فالفيلم ده 7.5/10 لحد ما نشوف في جزء تاني ولا لا. بس كده، انا طارق جودة. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رأيك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناة وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك، في حلقة عن سبيستون جحيم. سلام.